اهلا وسهلا بيكم في بودكاست جديد. معانا النهارده قدس ابونا تودرس كامل، كاهن كنيسه العذراء ومريمينا بمنيا القمح. اهلا بيك يا ابونا، انبسطنا قوي بوجود قدسك النهارده وشرفتنا. أهلا بيكم وكل الاجتماع والدعوة الجميلة اللي انتوا دعيتوني ليها يعني. اخدنا بركه يا ابونا. النهارده بنعمه ربنا عايزين نتكلم عن طقوس كنيستنا الارثوذكسيه وتاثيرها على علاقتنا بربنا وحياتنا الروحيه. في الاول عايزين نسال قدسك يا ابونا عن سؤال. في ناس كتير بتشوف ان الطقس ده حاجه حلوه جدا وانها بتقربنا لربنا اكتر واكتر كمان، لكن في نفس الوقت في ناس بتشوف ان الطقس ده حاجه ممله وملهاش اي داعي. ايه راي قدسك في الموضوع ده؟ في الحقيقة في ناس كتير جدا بيبقوا متلذذين ومتمتعين بطقس الكنيسة، وفي ناس تلاقيهم طول الوقت مشغولين بطقس الكنيسة ويحبوا طقس الكنيسة، وفي ناس تانية بالنسبة لهم الموضوع ده جامد ومتعب ومش مريح، ودايما في انتقادات كتير، خاصة لما نبقى شباب عندنا شوية تطلعات معينة مش قادرين نوصل للفوكسنج بتاع الطقس هو معمول ليه أو شكله ازاي. بس خلينا أبدأ معاكم كده الرحلة من الأول. وأنا نازل من البيت عشان رايح أصلي قداس لازم من عندي 3 خطوات عشان أتمتع بالكنيسة. أول حاجة لازم حاجة اسمها التحديد. يعني إيه؟ بمعنى إيه التحديد؟ يعني أنا نازل وأنا نازل الكنيسة، نازل ليه؟ هنزل القداس وخلاص؟ طب نازل أصلي، طب نازل أصلي أقول إيه؟ طب لما بقول يا رب ارحم بقول يا رب ارحم ليه؟ بيسموها كده سياسة القطيع. هم رايحين فأنا رايح، هم قالوا لي فأنا أقول عشان شكلي يبقى كويس، علشان لما أكبر يتقال عليا إن أنا بروح الكنيسة، أو علشان أبقى موجود في خدمة فأنا متصل بالكنيسة، أو عشان أبونا ما يقابلنيش أو حد من الخدام يقابلني يقول لي خليك تكون موجود في الكنيسة، فأنا رايح وخلاص. فده بيسموه كده إيه؟ سياسة القطيع. فمع الوقت بتعب وبزهق وما برتاحش وما بكونش واخد بالي من الطقس. عشان كده أول حاجة لازم نبقى واخدين بالنا منها التحديد. أحدد أنا نازل من البيت رايح للكنيسة واقف أصلي أقول إيه. تاني حاجة لما أبقى واقف في القداس حاجة اسمها الانشغال. الانشغال هو معناه إن أنا أكون منشغل بكلمة ربنا، أخدها معايا من الأول لحد نهاية القداس. دي اسمه الانشغال. هنشغل بإيه؟ هنشغل بربنا بس. طب أي حاجة جنبي مش دعوة بيها، أمال أنا جاي لك أنت، جاي أقابله. عشان كده الانشغال ده يعلمني إن أنا عندي هدف، والهدف ده محدده، وجاي أقول له أنا مشغول بيك وبالحاجة اللي أنا جاي أحطها قدامك. في الحالة دي أنا فصلت نفسي عن الكل ومرتبط بمين؟ بالواحد. شوفوا، عشان إحنا ممكن نكون مثلا رايحين نقابل شخصية مهمة مثلا في الدولة أو في الكنيسة، بنعمل ال3 حاجات. التحديد، أول حاجة لازم أبقى عارف أنا هقول له إيه وما أقولوش إيه. تاني حاجة لازم أكلمه إزاي، إمتى أضحك وإمتى أتكلم، إمتى أكون جد وإمتى أعمل. تاني حاجة الانشغال، أبقى مشغول برد أفعال، أبقى مشغول بكل كلمة هيقولها، أبقى مشغول بكل وقفة هو هيعمل. تالت حاجة التلذذ، بقى خلاص أنا في عشرة معاه. بالآخر خد الشعر ده، افصل وركز، افصل عن اللي حواليك وانت جاي في خلال الساعة أو الساعتين اللي تصلي فيهم انت مركز مع ربنا. ساعتها هيبقى في تحول في حياتك. عشان كده الكنيسة بترفعك من الأرض تحطك في السماء. ودايما لما أبونا بيعدي بالشورية في البخور يعمل لك زي سحابة عشان يخليك تبص كده إيه؟ إن أنت فين؟ في السماء. فلما أنت عايش في السماء عمر ما يبقى فكرك منشغل عن إيه؟ عن أي حاجة على الأرض. طب ابونا معلش، هو طقوس الكنيسه ليها مرجع؟ يعني احنا اللي طلعناها ولا في حاجه احنا رجعنا لها عشان نعيشها بيها؟ طقوس الكنيسة من البداية هي مرجعها ومصدرها هو الكتاب المقدس، وإشاراتها من الكتاب المقدس واضحة من الكنيسة الأولى، وخدنا كتير من كنيسة العهد القديم ودخلناها الكنيسة بتاعتنا. ففي طقوس من العهد القديم محافظين عليها، لأن المسيح ما جاش عشان ينقض شيء ولكن هو جاي يكمل. ولكن بناخده بالصبغة بيسموها كده الصبغة الخلاصية، صبغة العهد الجديد، شكل العهد الجديد. كمان بناخد بعض الإشارات والطقوس من الكنيسة الأولى. يقول لك كانوا مواظبين على الصلاة وكسر الخبز، معناه كده إن هو كان فيه تناول. بولس الرسول بيتكلم عن التناول، بولس الرسول كان بيتكلم عن الصلاة، بولس الرسول كان بيتكلم عن طقوس الكنيسة من الأساقفة والكسوس والشمامسة. اختاروا 7 شمامسة في الكنيسة الأولى، معناها إن الطقس راجع للكنيسة الأولى. ولكن عايز أقول لكم بقى على حاجة، الطقس في الكنيسة
خلينا ناخد الشعار ده، ما نؤمن به هو نعمل ايه؟ نصلي بيه. ما نؤمن به نصلي ايه؟ نصلي بيه، نعيش بيه. ما نؤمن به نصلي بيه، نعيش بيه. اللي هنؤمن بيه هنعرف نصلي بيه، ولو صلينا بيه هنعرف نعيش بيه. عشان كده هو الطقس عبارة عن ايه؟ هو ترجمة للعقيدة التي نعيشها. لأن العقيدة ممكن تكون في حالة من الوقت من الأوقات جامدة فأنا ما أعرفش أطبقها في حياتي. لا، العقيدة بالنسبة لنا سهلة جدا، إن أنا ما اللي هؤمن بيه أعيش بيه. طب أعيش بيه إزاي؟ بالطقس. أو هصلي بيه إزاي؟ بالطقس. طب هو أعيش بيه إزاي في حياتي اليومية العادية؟ عشان كده إحنا الطقس مرتبط بالعقيدة باستمرار، والطقس كده يسموه مخزن العقيدة. طب ليه؟ علشان أنا طول الوقت اللي أنا بصلي بيه بعيش بيه بؤمن بيه. طب أنا جايب ده كله منين؟ مرجعي من الكتاب المقدس، 2 من آباء الكنيسة، 3 من تقليد الكنيسة. شوف بولس الرسول يقول لك كده، لما أجي هرتب معاك بعض الأمور، فترتيب الأمور دي بيبقى بالشفاهة بالتقليد. السيد المسيح لما عرفهم ملكوت السماوات خلال 40 يوم ما بين بعد الصعود، كان بيعرفهم إيه؟ بيعرفهم ووضع لهم أسرار الإيه؟ أسرار الكنيسة وكيف تكون الكنيسة. وبالتالي طقوس الكنيسة مش طقوس بوضع بشري، ولكن هي لها بوادر إلهية ولها تسليم. يعني مش كل حاجة مكتوبة في الكتاب المقدس، كل حاجة لها بداية في الكتاب المقدس ولكن مستمرة في الطقس. خلينا أقول لكم كمان إن الطقس ده عبارة عن كائن حي ينمو، بيعيش ويتعايش مع الناس وبيلبي احتياجات الناس ويشوف احتياجات الناس. فكل تركيبة طقسية مرتبطة بعقيدة أو بتعليم كتابي، وأيضا مرتبطة بالحياة اليومية. ما هو الصلاة ليس بعيد عن حياتي اليومية. ليه؟ إنه الصلاة بياخد مني ويقدم لربنا، وبياخد من ربنا ويقدم لي. يبقى الصلاة ده وسيط. طيب أبونا، بخصوص الصلاة في سؤال دايما بيدور في دماغنا كلنا، يعني كلنا بنمر بالسؤال ده. احنا لما بنصلي بالأشبية بنحس انها حاجة مملة شوية. ناس كتير بتفكر بكده، انها تصلي كل يوم بالأشبية حاجة مكتوبة فتحس انها مملة. بتقول ليه ما بنصليش احنا من دماغنا ربنا على طول يعني؟ طبعا الأشبية لما حطتها الكنيسة كان لها هدف مهم جدا، هو الإشباع الروحي لكل الاحتياجات النفسية والجسدية والإحساس بالأمان وتقدير الذات، وده كله بالنسبة للإنسان جوه حياته اليومية. بص، الأشبية لو خدناها رحلة هي بتمر بحياة الإنسان وبتاخده من أول ما يصحى لحد ما ينام. فالحياة دي مش محطوطة كده، ولا الكنيسة لما حطتها لنا على أساسين متوازيين. الأساس الأولاني يسموه كده الأساس الخلاصي، أمشي في رحلة مع ربنا وأحداث حياة ربنا له كل المجد على الأرض بكل بساطة، كل يوم فاكرك، كل ساعة فاكرك. طب والنقطة التانية، أنا احتياجي إيه؟ أنا عايزي من الأشبية. هو إيه أمتع من أن أنا أصلي مثلا كل يوم صلاة بالمزامير اللي صلاها داود النبي واللي اتمتعت بيها الكنيسة واللي كل القديسين أصلا ما كانوش عايشين إلا بالمزامير، حتى الرهبان ما بيصلوش إلا صلوات المزامير. يبقى أنا لو أنا بصلي صلاة ارتجالية، هو إيه أفضل أن أنا أصلي صلاة ارتجالية بس، ولا أنا أصلي من الصلوات اللي صلى بيها القديسين؟ يعني عايز أقول لربنا إيه؟ أنا عايز أصلي لك زي داود. أنت قبلت صلاة داود النبي، طب ما أنا بصلي لك بنفس اللغة بتاعته. طيب تعالوا نشوف حتى جوه المزامير. أنا في كل صلاة تقريبا 12 مزمور، كل مزمور فيه ترجي وفيه توبة وفيه إرشاد وفيه تشدد وفيه نوع من أنواع إن أنا أكون متمسك بربنا، وفيه نوع من أنواع التذلل، وفي نوع من أنواع الفرح، وفي نوع من أنواع التسبيح، وفي نوع من أنواع التمجيد. طب دي حاجة بترفعني. تصوروا إن أنا لو مسكت مزمور واحد فضلت أمسك آية هلاقي إيه؟ هلاقي إن في شبع. الشبع ده يعمل إيه؟ يغنيني إن أنا هصلي صلاة ارتجالية. طيب كمان بضيف على المزامير إن أنا بصلي الإنجيل، وبعد كده بصلي القطع. طب القطع دي عبارة عن إيه؟ كلها عبارة عن آيات جنب بعض. الآيات دي منسوجة جنب بعض عشان تديني صلاة جميلة أنا بصلي. تأملوا كده الناس الحلوة لما يقولوا كده يمسكوا الأشبيه يقولوا ده صلى بيه أنطونيوس وصلى بيه أثناسيوس، طب ده صلى بيه الأنبا برقام، وده صلى بيه أبونا فلان، ده أبونا فلان القديس كان طول الوقت ماسك الأشبيه. طب أنا أجي فيهم إيه؟ النقطة التانية بقى، ما أنا ممكن أصلي صلاة ارتجالية مع صلوات السواعي. أنا هكتفي بمزمورين أو 3 مزامير أو مزمور وأخد منه مزمور واحد
واقف اقول له يا رب ارحمني كعظيم رحمتك، ارحمني عشان كذا وكذا، مثل قصة رأفاتك، ما انت يا رب تترأف عليا في كذا وفي كذا وكذا، تغسلني كثيرا من اسمي، انا اسمي 1 و2 و3. نكلم ربنا نكلم بالمزامير. ربنا بالمزمور. وفي افضل من كده؟ يبقى انا حولت الاشبيه من صلاه عاديه الى صلاه طلع منا. طالعه من القلب. طب بعملها ايه بقى؟ بطعم وصيغه قديسين زي داود النبي، او قديسين كبار كانوا بيتكلموا كده، يصلي بالمزمور او يصلي بالنص الكتابي. احول النص الكتابي ليه؟ يقول هوذا ما احسن وما اجمل، ها باركوا الرب، انا بباركك من الاعماق صرخت اليك يا رب. انا بقى بصرخ من عمق قلبي عشان 1 و2 و3 و4. استجب لي يا رب، استجيب لي عشان خاطر الموضوع الفلاني. عشان كده رفعت، يعني يقول لك ارفعوا عينكم الى الرب. طب انا رافع عيني ليك يا رب وبكلمك. عارفين انتوا بقى لما تستخدموا كل شويه كده، شوفوا لما يبقى واحد متضايق ياخد مزمور من صلوات باكر ولا يقترب الى نفسي وفكها. يعني انت قرب مني وفك بقى نفسيتي صعبه، مخنوق، انا مخنوق، وانت تقرب من نفسي وفكها. وكمان في بقى في ولاد حلوه قوي، وده تدريب من ابائي، يعني ان هو ممكن ياخد من صلاه من الصلوات آية من المزامير وتفضل طول النهار تلاوته. يعني أحبك يا رب يا قوتي، أنت قوتي، ده أنا بضعف، أنت قوتي. طب أنا النهاردة مكسل، أنت قوتي. واخدين بالكم؟ فده يدي نوع من أنواع إيه؟ ده يدي نوع من أنواع الفرح بالأشبيه. في ناس شاطرة في وسط المحاضرات تعمل إيه؟ تبص كده، أنا هاخد النهاردة مزامير الساعة 3 وهي قاعدة في وسط المحاضرات تقرأ مزمور 2 3، تفضل طول الوقت في المواصلات، تفضل طول الوقت في ده ناس شاطرة. ليه؟ بيستغل الوقت لصالح ربنا. فده أشبيه. فالأشبيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن صلاة منظمة حطتها لينا الكنيسة، مش صلاة معقدة أو صلاة منهج أنا بكرره، ده هو في كله منهج حياة. النهاردة هاخد مزمور، طب بكرة هاخد مزمور تاني، طب ما ده شكله مختلف. النهاردة أركز على ساعة، بكرة الساعة التانية لما شكلها مختلف. ايوه، عشان ساعات لما بنكرر نفس المزامير كل يوم ساعات بنحس ان احنا بنحس كده. طب أنا ممكن أخد آية واحدة أفضل طول الأسبوع بيها. بس الفكرة في إيه؟ أنا شايف المزامير إزاي؟ طب أنا ليه بسمع أو بصدق إن المزامير ده حاجة مملة؟ عشان اللي بيقول لي كده هو بيخليني أنا عايز أبعد عن الأشبيه، وبيقول لي خليك في الارتجالية. طب وفي الارتجالية أنا في الصلاة الارتجالية أفضل أدور على ذاتي وعلى نفسي وأتكلم على نفسي. طب وخلاص في الآخر هقف عن الصلاة. هي دي مرحلة اللي هي ما قبل الوقوف عن الصلاة. بعد كده يقول ما ربنا سامع كل حاجة وشايف كل حاجة وعايز أكلمها. ده هو قالها لما نتحجج كل الرب. ما ممكن أمسك مزمور أقول له النهاردة أنا همسك المزمور فلاني وهتكلم معاك بيه. النهاردة همسك القطعة الفلانية وهتكلم معاك. تصوروا إن ممكن واحد داخل الامتحان يقول له كده اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وأعن، يفضل يقول له يا رب أسرع وأعن. طب ما ده مزمور في الأشبيه. يقول له كده أيها الملك السماء المعز روح الحق هلما تفضل كن معنا، امنحنا سلامك. أكون متضايق وأكون مضطرب رايح عندي انترفيو أي حاجة، طب ما ده صلاة أشبيه. إذا ده صلاة حياة يومية بتديني قوة، بتديني طاقة، بتديني فرح، بتحقق وبتكمل حياتي اليومية. متضايق هصلي، فرحان هصلي، مضطرب هصلي. كل ده بيناسب الأشبيه على فكرة. بالتالي أنا ما عنديش اوبشن تاني إن أنا أقف أقول كلام وخلاص. أنا عندي أقول له كلام بس بعد ما أخلص الصلاة دي وأدخلها جوه الصلاة بتاعتي. يعني بحس الأشبيه يا ابونا بتعلمنا ازاي نصلي. الأشبيه بتعلمني ازاي أصلي، وبتعلمني ازاي يكون عندي عقيدة كويس، بتعلمني ازاي أقف قدام ربنا بكل مشاعر صادقة. مش هي بتبعدني خالص أو بتخلي لي نوع من أنواع الملل ولا الرتابة. لأن أنا لو أنا بصيت للرتابة في الصلاة أنا مش هصلي أصلا. صح. بس أنا دايما أخد شعار كده، لو أنا مش قادر أصلي بالأشبيه تغصب. 3 تغصب. يعني الأول اغصب نفسك، وبعدين تعود، وبعدين تمتع. تغصب أنا هغصب نفسي في أي حاجة روحية، حتى أي حاجة اجتماعية، أي حاجة تخص تنميتي البشرية. أول حاجة اتغصب، ما أنا لازم أعمل حاجة غصب عني شوية، بعدين هتعود عليه. بعد ما اتعود بس خلاص ما أقدرش أعيش في يوم من غير ما أفتح الأشبيه.
طب بخصوص موضوع الصلاة برضو، هو احنا ممكن نكتفي بصلاتنا في البيت بس وما نروحش الكنيسة او صلاة في الكنيسة او كده؟ أو يعني ايه العكس. الفرق بينهم؟ او فرق. العكس برضو. او العكس يعني. بصي بقى، الصلاة في البيت نصليها صلاة المخدع، والصلاة في الكنيسة نصليها صلاة المسبح. ما بين المخدع والمسبح حاجتين اتنين. اللي ما يعرفش يصلي في بيته ما يعرفش يصلي في الكنيسة، واللي بيصلي في الكنيسة وما بيصليش في بيته ما بيبقى مشوش. طب واللي ما يعرفش يصلي في الكنيسة ما يعرفش يصلي في بيته. الاتنين مرتبطين ببعض، يبقى في علاقة قوية ما بينهم. طب ليه؟ أنا هنا بقابل ربنا الخصوصي بتاعي، أدخلني الملك إلى حجاله. طب هنا أنا بشترك معاه في جسده ودمه، أنا هنا بحيا معاه، بتحد معاه، بعيش معاه. هنا لها طعم وهنا ليه طعم. تصوروا كده لو جه زاركوا قداسة البابا وقال لك كده ازيك من بعيد كده، ازيك يا كوكا عملت، كل الناس هو عارفك، هو يعرفك منين؟ اصل انا اتقابلت معاه. اتقابلت معاه فين؟ اصل كنا مع بعض ومتقابلين وقاعدين قاعده كويسه كده مع بعض، فهو عرفني. فاول ما شافني في وسط الناس كده قال لي ازيك عامله ايه؟ ده عرفني. هو ده اللي بنعمله مع ربنا. لما انا بقى قاعد معاه في بيتي هيعمل ايه؟ هيعرفني في الكنيسه، يقول لي ازيك برضه. طيب ليه؟ عشان في علاقة في علاقة قوية معاه. طب العلاقة دي اتكونت فين؟ جوه بيتي. طب الصلاة في البيت بتقدس 3 حاجات في حياتي. بتقدس الزمن، بتقدس الحجر، بتقدس البشر. تاني، الصلاة في البيت تعمل ايه؟ تقدس 3 حاجات اللي هما الزمن والحجر والبشر. الزمن هتقدس الوقت اللي انا بقضيه. عشان كده اي حد في الجامعة ولا اي حد مر بثانويه عامه يعرف اهميه ان ربنا ممكن يفتح ذهنه لما يفتح كل يوم يقرا اصحاح. واخدين بالكم؟ صح صغير. المشكله كلها في الاصحاح ده اللي هو 3 دقايق يعني، اللي احنا بنفضل نقول للناس والشباب اقرا كتاب مقدس. هو اصحاح، لو بصيت على الاصحاح هتلاقي 3 دقايق. ال3 دقايق دول ايه في اليوم كله؟ بالظبط. واخدين بالكم؟ يعني انا ماسك معايا اصحاح مثلا اهو، قد ايه؟ كام ايه؟ 13 ايه. 13 ايه مش حاجه، بس انا النهارده قريت. يبقى اول حاجه بتقدس الايه؟ الزمن ده يتقدس، وقت يتقدس. 2 تقدس الحجر، لما اصلي المكان اللي انا قاعد فيه يتبارك ويتقدس. 3 حاجه تقدس البشر، تقدسني انا. لما هنا اعيش في حياه مطمئنه واعيش في سلام واعيش في هدوء، ساعتها لما اروح الكنيسه الاقي نفسي في شركه حقيقيه مع ربنا، اعرف اصلي. ارجع بقى لل3 نقط التانيين الاولانيين، ان انا عارف انا محدد ايه جوه مخدعي هصلي له في جوه الكنيسه، ومشغول بيه من وانا في البيت، وعارف انا بعمل ايه جوه كنيسته. يبقى انا هنا انا مش مضطر. عندنا في دايره ناقصه، الدايره دي هي دايره البيت. انا ما بصليش في البيت، ما بقراش كتاب في البيت. طب انا رايح الكنيسه اعمل ايه؟ ساعات بتشجع بالناس اللي في الكنيسه. بالظبط. الصلاه في الكنيسه هي صلاه وشركه مع الملائكه والقديسين وجسد ودم ربنا اللي بيجمعنا. فده اعمق حاجه واوصل حاجه. طب عشان اوصل لدي لازم اكون بديت بايه؟ بدي. بس ساعات يا ابونا كتير بنسمع ان مثلا ببتدي فعلا بصلاتي في المخدع، بعدين لما وصلت لصلاتي في الكنيسه ومع اخواتي، وبعد كده بقى بكتفي بيها. طب ما انا خلاص بصلي مع اخواتي في الكنيسه وبنصلي قداديس وتسبيحه. الصلاه جوه الكنيسه ما يمنعنيش قوي، ما يمنعنيش خالص او ابدا ان انا اصلي جوه البيت. مش كفايه. ليه؟ لان انا عايز اكتر مع ربنا، عايز اتلذذ بربنا اكتر، عايز قعده خاصه بربنا. طب الصلاه جوه الكنيسه تديني القوه اللي تخليني اقعد جوه الايه؟ جوه المخدع بتاعي. طب لو انا مثلا عندي بحضر قداس واحد في الاسبوع مثلا، طب وباقي الاسبوع بحضر ليه، بصلي له، بحط مشاكلي طول الوقت، هفضل مشغول بيه. مفيش هيعدي يوم الا ما اقف اقول له شكرا، ومفيش هيعدي يوم الا ما اقول له كتر خيرك، ومفيش هيعدي يوم. يعني تصوروا كده لو حد كبير في البيت واحنا صحينا من النوم وما نقولوش صباح الخير يزعل، صح؟ ولو في حد من البيت ما قلنالوش تصبح على خير يبقى متضايق. ما بالكم الناس البشر القريبين مننا، سواء بقى اخونا الكبير، بابا، ماما، اي حد فيهم بيزعل مننا ويقول له صباح. طب ضابط الكل ده اللي صحاني، ده اللي دبر اموري، ده هو محب البشر، ما قالوش صباح الخير. طب ابونا في حديثنا عن التناول في الكنيسه وسر الافخارستيه، ممكن قصدك ببساطه تقول لنا يعني ايه تناول وازاي بتحد بربنا؟ بكل بساطه
عايز اقول لكم ان كلمة من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا أثبت فيه، هو إن بكل بساطة كده أحكي لكم قصة تقدروا تفهموا منها القصة دي. ودي قصة حقيقية. في الحرب العالمية ملكة إنجلترا في وقت من الأوقات حابة تزور كل العساكر عشان تديهم قوة يعني. وفي وقت من الأوقات لقت إن هي العنابر كلها تمام ما عدا عنبر مقفول من مريض واحد وعمال يصرخ جوه. فسألت مين الصوت ده؟ فقالت لهم ده، أو قالوا لها ده واحد وتعبان ويعني فصيلة دم وأعتقد مش نادرة مش موجودة، فهو من الألم بيصرخ وهنسيبه لحد ما إيه يموت، بس مش عايزينه يأثر نفسيا على مين؟ على الباقي. قلت له طب وده فصيلة دمه إيه؟ فقالوا لها فصيلة الدم بتاعته طلعت إن الفصيلة دي هي نفس الفصيلة بتاعت الإيه؟ بتاعتها؟ الملك. فعملت إيه؟ نادت الدكاترة وقالت لهم أنا مستعدة أتبرع بديها. ده خطر، طب ما ينفعش، طب ده جندي وخلاص. قلت له لا، يعيش. فالمهم عملت إيه؟ قررت إنها تبقى. طبعا التبرع بالدم زمان مش زي دلوقتي، أو التكنيشن ما كانش زي دلوقتي، واتبرعت فعلا. والجندي خف وجاله كده وهو قاعد في البيت ورسالة بتقول له احنا منتظرينك تيجي معانا او نتقابل الملك. راح لقى في استقبال حافل وضرب نار وحاجة كده ايه، استقبال ملوكي. فرئيس الديوان قال له ايه؟ قال له كل ده ليه؟ قال له لا مش ليك، ده للدم الملكي اللي جاري في عروقك. احنا لما بنتحد مسيح دم الملك بيجري في عروق، فبقينا شبهه بالظبط كده. هو بيعمل لنا زي نقل دم، بيجدد لنا حياتنا. عشان كده ابونا دايما يصرخ في القداس في النهايه يقول يعطى عنا غفران الخطايا خلاص وحياه اي ابديه لكل من يتناول ايه وبيدي غفران. ومين يطول ياخد غفران الخطايا؟ ومين يحب يعيش في حياه ابديه كويسه؟ لسه هسأل قدسك، يعني هل الكنيسه بتهتم بكل جوانب حياتنا ولا بس روحنا؟ كل جوانب حياتنا. مفيش جانب من جوانب الحياه سواء النفسيه او الجسديه او الروحيه إلا ما الكنيسة بتهتم بيه أو بتصلي لأجله. تصوروا إنها تصلي زي ما بقولكم في احتياجات النفسية. نبدأها بالأول. أنا احتياجي للأكل والشرب، طب يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاص. احتياجي للأمان، أعيش بأمان، كل شوية نقول السلام لجميعكم. احتياجي لي الحب والانتماء، أقبلوا بعضكم بعض. احتياجي كمان للتقدير، إن كل واحد في الكنيسة له دور. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم، الشمامسة لهم دور، والإكليروس لهم دور، والشعب له دور. والتحقيق الذاتي بيكتمل لما أنا بتحد بمين؟ بالمسيح. كمان مش بس احتياجات نفسية، ده احتياجات اجتماعية. إن أنا أقول قبلوا بعضكم، وما ينفعش قبلة إلا لما يكون فيها سلام وفيها ما أكونش مخاصم حد. وأنا بدور على احتياج اجتماعي. طب أنا بدور كمان على احتياج اجتماعي لما أبونا يسأل عليا في الافتقاد ويدور في القداس بالشرية عشان ياخد، بيسموه كده سر الرجعة، ياخد الافتقاد الاعترافات، وفي الآخر يوزعه في الآخر نهاية القداس حاجة اسمها الأولوجية أو البركة اللي أبونا بدأ عشان يبتدي يفتقد الناس. ده احتياج اجتماعي، محتاج حد يسأل عليا. يبقى إذن القداس يقدر يشبع لي ده كله. ده كمان مش بيحتاج لي ده، حتى الاحتياج للإحساس بالأمن في الوطن. يتكلم على أوشية اسمها أوشية الرئيس والبلاط. الناس اللي داخلة واللي خارجة، مداخلنا ومخارجها. السلام الذي انزله على قلوبنا جميعا، بل وسلام هذا العمر أنعم علينا. اذكر رئيس أرضنا عبدك، الجند والرؤساء والجهاز الحكومي. إذن أنت في منظومة جوه القداس، ما تخليكش تطلع بره، لأن هي بتشبعك، تشبع كل نقطة جواك. طب حتى كمان تشبع النقطة التنموية في حياتك. يبقى يكون عندك حتى موهبة هتشبعها لما تبقى واقف في كورس وبتتكلم في صوت واحد. ومفيش حاجة اسمها إن واحد بس اللي بيصلي، اسمها يقول الشعب. الشعب بيقول. فمعنى كده إن كل جوانب حياتي القداس بيشبع. بس أنا الفكرة في إيه؟ أنا مش ببقى واخد بالي من ده كله، عشان أنا مش عايز أخد بالي. أما لو خدت بالي ألاقي إن القداس يشبع ده كله. زمان ما كانش فيه اجتماعات أصلا، أمال كان فيه قداس بس. طب القداس ده بيعمل إيه؟ بيشبع ده كله. طب ده بيشبع ده كله ليه؟ لأن أنا عايز انشبع بده. فلما أنا أكون عايز انشبع بده كل ده. طب أقول لكم كمان، حتى نفسيتي لما كنت تعبانة، قديس يوحنا زبين فم يقول لك إيه؟ الكنيسة
كالمستشفى، كل يوم تفتح بابها لكل المرضى، واحنا عبارة عن ايه؟ مرضى. كل يوم الكنيسة تفتح لينا، عشان كده نصلي أوشية المرضى. لو فكرتوا في أوشية المرضى هتلاقي كل التعبانين بأنواع المرض موجود. احتياجك النفسي بيتشبع لما تبقى في وسط القداس، احتياجك الاجتماعي بيتشبع لما تبقى في وسط القداس، احتياجك الذاتي بينشبع لما تبقى في وسط القداس. حتى الإشباع العقلي، حتى الإشباع اللي بيسموه كده الإشباع التنموي لحياتك. تعال نشوف. لو أنا في القداس عبارة عن 3 حاجات: كلمة ولحن وحركة. كلمة ولحن وحركة. الكلمة فيها عقيدة، فيها كلام بيتصل بيها ما بينه وما بين ربنا، يبقى ده بيشبع العقل. طب واللحن بيخاطب الإحساس والمشاعر، ففي كلمة اتلحنت، فاللحن يمشي مع الايه، مع اللحن لما يبقى جاف غير لما يبقى اللحن مرتل. فلما اللحن مرتل يخش جوه النفسية باستقرار. وده من كلمة طقس الكنيسة بالظبط. وبعدين الحركة تبني صورة لمين وتجسد الكلمة واللحن. وبالتالي لما اقول مثلا تنقو قشت هقولها باللحن وانا برشم الصليب، ده الحركة. وابونا بيلف بالشري هقول الهيتنيات، انا عمال اقول هيتن بشفاعة القديسة والدة الاله هيتن برزفي، وابونا ماشي بالشري قدام الايقونة. وكان انا بقول طب انا حتى بقول السلام لفلان، ومراجرجس مش قدام مراجرجس كله قدامي، هو بقول له السلام لمراجرجس او السلام لماريمين. يبقى اذا الكلمة واللحن والحركة دي تخلي الانسان عايش في السماء، وكمان احساسه من جوه يكون بالنسبة له هو شبعان بالكلمة اللي هو بياخدها. عشان كده القداس مش كلام بيتقال، ولا حتى الصلاة مع ربنا كلام فوق بعضه. الصلاة مع ربنا حياة، واللي عايز يحيا مع ربنا هتلاقي كل الشبع موجود في الكنيسة. ما فيش حاجة في الدنيا كلها هتلاقوها مش مشبوعة في الكتاب المقدس. قمة العقيدة هتلاقيها في الكتاب المقدس في القداس، وقمة الكتاب المقدس هتلاقيها في القداس. احنا بنقرا 9 فصول. وقمة التاريخ في السنكسار، وقمة تاريخ الخلاص هنلاقيه في قدوس الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا، واخدين بالكم، وقام من الأموات وأسس السر. معناها إن قصة الخلاص موجودة في القداس. يبقى إذن القداس كلية لاهوتية، والقداس أيضا بانوراما تحكي قصة البشرية، والقداس هو عبارة عن ألحان شجية تخلي اللحن أو الإنسان ماله فرحان ومتهلل بربنا. طب بخصوص القداس، في ناس برضو بتشوف ان احنا ما عندناش استحقاق، ومش يعني ما نستاهلش ان احنا نتحد بربنا، او ساعات برضو بنفكر اللي هو نكون كويسين الاول عشان نروح قداس او نتناول يعني. بصي، الحاجة دي مهمة جدا، بس خلينا نقولها. وانا بتناول ليس عن استحقاق ولكن عن احتياج. يبقى انا مش بتناول عن استحقاق، يبقى انا طول الوقت في القداس بقول له انا غير مستحق. اذا كان ابونا بيقف اول القداس يقول له انا ايها الرب العارف القدوس كل شيء، انا غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب، ويقول له جعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك وطهاراتك. يبقى اي حد داخل الكنيسة مش مستحق. طيب ايه المنحة المجانية اللي ناخدها؟ ان ربنا لما ادانا جسد قدام ادانا منحة مجانية ان انا اخدها. طب اخدها عن احتياج، انا محتاج اخدها، محتاج جسد ودمه عشان يكون يسموه بقى الاباء الكبار ترياق الحياة، يعني الدواء بتاع الحياة. ده الفاكسين اللي باخده. يقال كده ان في رواية عن البجع عشان ولاده ما يتاكلوش من الافاعي، فالبجعة عاملة فاكسين لضد السم بتاع الأفعى. فاللي يحصل تقوم جرحة نفسها، فتنزل قطرات الدم دي منها، فأولادها يعملوا إيه؟ ياخدوا الدم، فيبتدي الدم ده فيه فاكسين ضد الأفاعي، فما تيجي تنقضهم أو تسمهم يكونوا هم كونوا فاكسين. طب ما جسد ودم ربنا هو فاكسين ضد الخطية، يبطل مفعول وسم الخطية. وبالتالي لما اخد اتناوله، انا مش بتناوله عن استحقاق ابدا ابدا. مين يستحق يقرب؟
ولكن كل الفكرة باخده عن احتياج. طيب أنا وحش، طب أنا عندي باب التوبة موجود، طب أنا مش قادر، طب خده يمكن ربنا يكمل معاك. دايما في مبدأ روحي، أواظب على الإيجابيات مهما كانت السلبيات. يعني أواظب على حياتي الإيجابية والإيجابي اللي فيها. أنا لو أنا بحضر قداس ده إيجابي، طب أنا عندي سلبية، ربنا يحركني إن أنا هتوب. بس فعلا ما توقفش حاجة إيجابية جوه الكنيسة، ما توقفش التناول عشان هتستنى إن أنت هتبقى كويس، مستحيل. هو في حد بيوقف الدواء بتاعه عشان يبقى كويس، ولا بياخد الدواء عشان يبقى كويس؟ بياخد الدواء المفروض. هو بالطبيعة كده، أنا هاخد الدواء عن استحقاق، عن احتياج، علشان أكمل مشواري في حياتي الروحية. ساعتها هيبقى في وسط الطريق أقول إيه، هو أنا فعلا محتاج إن أنا أتقدم خطوة في حياتي الروحية، طب أنا ممكن أعترف. بتقدم خطوة في حياتي الروحية، طب ممكن أصلي. بتقدم في حاجة في خطوة في حياتي الروحية، فممكن أستعد. هنا بقى ساعتها الروح والنعمة تشتغل. طب أنا منعت نفسي، يبقى أنا اللي خسران. دي زي ابونا الآية اللي بتقول من له يعطى ويزداد. بالظبط. وكل ما أنا بطلب من ربنا هلاقي إن ربنا هو اللي بيدي. طب معلش يا ابونا، لو رجعنا تاني لموضوع الطقس، في ناس كتير بتشوف ان طاعة الطقس او الطاعة عامة في الكنيسة يعني بتأيد حريتهم، فازاي نشوف ان بالعكس الطاعة دي بتودينا لطريق الحرية؟ بص، الطاعة في مفهومنا العادي هو تأييد، ولكن في مفهوم المسيحية وفي مفهوم ربنا له كل المجد، لما حب ادهن من خارج ان انا اخرج من دايرة ذاتي علشان اطلع واسلم ارادتي ومشيئة ربنا. هو يعني ايه طاعة؟ الطاعة عكس الكبرياء، والكبرياء ده من عمل الشيطان. والشيطان اكبر خطية تخلي الانسان يتعب هو ان يكون في حالة من حالات الكبرياء. الشيطان سقط بسبب الايه؟ بسبب الكبرياء. عشان كده دايما في تجسد السيد المسيح يقول لك أطاع الناموس، أطاع حتى الموت. ليه أطاع؟ عشان يبقى عكس مين؟ عكس عمل الشيطان في الكبرياء. طيب هي الطاعة دي عبارة عن إيه؟ بيني وبينكم يعني الطاعة هي الحرية، هي حرية مجد أولاد الله. الطاعة إن أنا أكون حاطط إرادتي مع ربنا، فأنا لما أسلم إرادتي لربنا بقيت حر. بص، بكل بساطة الإنسان لما يطيع ربنا ما يبقاش متأيد، ده بيبقى حر، لأن العبودية عند الله هي حرية. طيب ليه؟ عشان الطاعة لو انفصلت عنها ما بيني وما بين ربنا هتخليني عايش في حياة الكبرياء، وحياة الكبرياء هتخليني عايش في حياة الذات، وحياة الذات هتخليني أعمل ما لا يليق بولاد ربنا. تصوروا كده إن كل من سمات المبتدعين في الكنيسة هم عدم الطاعة، ما قطعوش. وعدم الطاعة يخليهم يعملوا إيه؟ يحسوا إنه ذاتهم عالية، وإن ذاتهم عالية متمسكين بتعليمهم، وتعليمهم دي تعاليم شيطانية، والتعليم دي ودت كل اللي مشي وراهم فين؟ في حاجة. عشان كده الطاعة معاها على طول إن يكون لي أب، وإن أكون متتلمس تحت يد أب روحي، وإن الطاعة دي ما تكونش طاعة عمياء. أطيعوا في الرب، كان بولس الرسول كده، في الرب يعني في الرب فيما يليق بربنا، مش طاعة عمياء. محدش قال إن الطاعة هي طاعة عمياء، ولكن ما يليق بربنا. يعني مش معنى إن حد هيقول لي طيع فأنا بسمع أي كلام، ارمي نفسك في البحر فهيرمي، أو انسف نفسك فهنسف عشان أنا بطيع، أبدا. الطاعة هنا بيسموها طاعة في الرب. إيه اللي بيليق بربنا عشان أطيعه؟ عشان كده لك أطيعوا والديكم، حتى أبويا وأمي أطيعوا والديكم في الرب. معناها إن فيما يليق بربنا هطيعه، فيما يخالف وصايا ربنا هعمل إيه؟ أنا مش هقدر أطيعه، لأن عندي حد من حدود تقول لي لا ده بعيد عن ربنا. عشان كده الآباء يقول لك كده، عايز تعيش في الطاعة لازم يبقى لك حد. إيه الحد ده؟ يعني حدود. الحدود ده عبارة عن إيه؟ حدود هي تعليم ربنا، وعبارة عن أب روحي وجو روحي وأصدقاء روحيين. ده تعيش في الطاعة الكاملة. الأب الروحي هيعلمك تطيع أو فيما يليق أن أنت تمشي إزاي في حياتك. الجو الروحي هو ده الطريق اللي هيخليك تبقى ماشي في حدود الطاعة الحقيقية ما بينك وبين ربنا. بعدين
الأصدقاء الروحيين هم دول ناس بتشجعك في طريق الطاعة ناحية ربنا. فالطاعة معناها إن أنا أسمع وصايا الله زي ما العذراء قالت مهما قال لكم افعلوا. طب افعل ليه؟ عشان ده شيمة العظماء على فكرة. هوذا أنا أمة الرب. روح إبراهيم العظيم اذبح ابنك، حاضر. هاته وانت راجع، حاضر. اعمل ده، حاضر. امشي هنا، حاضر. فالطاعة هي عبارة عن أنا بدي إرادتي لمين؟ ربنا. الطاعة بكل بساطة اسمها لتكن مشيئتك. فأنا ما بدخلش بقى. معناها إن أنا أكون عندي مرشد روحي، أب اعتراف أو إرشاد روحي يخليني ماشي فيما يليق بعمل مين؟ عمل ربنا. طب قدسك شايف ايه الحاجات اللي ممكن تعطل حياتنا الروحية احنا كسن الشباب يعني؟ إيه الحاجات اللي ممكن تعطل حياتي الروحية؟ إيه؟ واحد، إن أنا أبقى منشغل بالعالم. 2، إن أنا يكون لي اهتمام بأمور تكون بسيطة بالنسبة لي هي كبيرة رغم إنها بسيطة. لو أنا اتجنبتها شوية اللي ممكن يحصل أبتدي أشتغل وأعدي. على فكرة إحنا اللي بنعقد على نفسنا. يعني بمعنى بسيط، لو أنا حابب أعيش ما يعطلنيش حاجة عن ربنا، أتعامل مع ربنا بالقطاعي مش بالجملة. يعني إيه؟ يعني إيه بالقطاعي مش بالجملة؟ أنت يا رب ما تتعامل مع ربنا بالجملة معناها أنت عايز قداس هتجيب لك قداس، طب أنت عايز مش عارف يعمل إيه. لا، القطاعي معناها إن أنا طول الوقت عامل إيه؟ أنا معاك أنا معاك أنا معاك أنا معاك. طب إيه اللي يعطلني؟ اللي يعطلني إن ممكن يكون حياتي الروحية، الوسط اللي أنا عايش فيه، صحابي اللي حواليا ممكن يكون هم اللي يبعدون، الميديا اللي معايا، شوية الأخطاء والعادات الشبابية الكتيرة اللي أنا ممكن أكون متعلق بيها. طب وده يبعدنا عن ربنا؟ ولا حاجة دي تبعدنا عن ربنا. على فكرة ربنا حنين جدا، وفي وقت كتير ممكن الحاجات دي بكل بساطة أتخلى عنها فأعيش في الديفولت عادي، أعمل استعادة ضبط مصنع عادي جدا وأعيش حياتي جدا. لما التليفون بيهنج عندك إيه اللي بيحصل؟ أعمل استعادة ضبط مصنع، بحط على إيه استعادة الضبط بتاعتي، عايش حياة بسيطة بعيد عن كل الحاجات اللي أنا ماسك فيها. عشان كده ينفع أنا أحط إيدي في علبة مليانة مثلا بونبوني وأقوم كابش وأقوم مطلع، هينفع تطلع إيدي؟ مستحيل. ليه؟ لأن أنا أقبض على الهجوم. إيه اللي يخلي إيدي تطلع؟ المسيحية ده أسيب. صح. كلمة السر في إن أنا أسيب. إيه أسيب؟ إيه؟ أسيب اللي يفصلني عن حاجات تدمر حياتي. كل شيء أو كل شخص هيوقف حياتي هبعد عنه. كل شيء أو كل شخص هيعطل حياتي هبعد عنه. كل شيء أو كل شخص هيمغص علي حياتي لما أبعد عنه من الأول أنا ما اتصلش بيه. يعني نزلنا بوست امبارح يا بونا، وفي كذا حد حابب يسأل قدسك كذا سؤال. فمثلا عندنا أول سؤال بيقول هل الطقس ممكن يتغير في يوم من الأيام ولا هي حاجة ثابتة؟ الطقس عبارة عن كائن حي متحرك داخل الكنيسة، ينمو مع تطور الأحداث والأوقات. ولو احنا بندرس طقس بندرس حاجة اسمها تاريخ طقوس، نلاقي ان هو عامل زي الجيولوجيا، كله طبقات فوق بعض. يقدر نشيل منه حاجة نحط الحاجة اللي تفيد وتهم المصلين في الوقت ده، مع الحفاظ على الثوابت العامة للعقيدة والحياة الكنسية والكتاب المقدس. إذن أنا لو أنا عندي إحساس أو احتياج إن الشعب محتاج صلوة معينة هضيفها، أو طريقة طقس معين هضيفه، أو إن أنا أخد حاجة معينة أضيفها. تاريخ الكنيسة كان كله كده. لما الطيارات اتعملت كنا حطينا في أوشية المسافرين والجو، كانش قبلها موجود. طيب كانوا زمان في أسبوع الآلام يقروا الكتاب المقدس كله. طب دلوقتي وقت الدواوين، وقت ما كان بقى كل الناس مشغولين وشغالين في الحكومة وما كانوش يقدروا ياخدوا أجازات، فابتدى طقس أسبوع الآلام يصغر 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 بالشكل اللي احنا شايفينه. كان زمان كبير جدا لأن كان كلهم صحاب أماكن وتجار يقدروا يقفلوا محلاتهم. وبالتالي الطقس ده عبارة عن كائن حي نقدر نعمل له نأثر فيه أو نطول فيه أو نضيف عليه إضافات بحسب ما احنا
عايزين. محتاجين. احنا مثلا هنا بنصلي دلوقتي اواشي الزروع، طب بره مش مناسب ليهم الزروع، ده مناسب بس. ليهم الثلاث اواشي، يصلوا الثلاث اواشي. يبقى اذا الطقس هو حاجه مش ثابته ولا جامده فيها الجمود اللي احنا نقدر نعمل عليه، ولكن الطقس يوحد الكنيسه، يعني بمعنى ان احنا كلنا نكون مصلين بشكل واحد وبصوت واحد وبطريقه واحده، بنظام. وفي نفس الوقت يلبي احتياجات الشعب. ده اللي محتاجه الشعب، ده اللي محتاجينه دلوقتي. يعني لما جينا في كورونا قلنا نجينا من الغلاء، نجينا من الوباء، اللي حطيناها كصلوة. إذن الموضوع مش متزمت قوي ولا صعب قوي ولا كل حاجة. الكنيسة مستنيرة جدا، تقدر تشوف ولادها محتاجين ايه وتعمله. هقول لكم بقى على حاجة كمان. القديس أثناسيوس الرسولي لما جه أنبا سلامة في أثيوبيا، طلب منه، هو تاجر من التجار، ان هو يعمل كنيسة هناك. بعتهم، وبعت أول أسقف ليه اللي اسمه أنبا سلامة، وابتدى يأسس الكنيسة، وبقت الكنيسة الأثيوبية بنت الكنيسة القبطية. هم لقوهم هناك قبائل كل الصلاة بتاعهم بالطبول، ما قدروش يستغنوا عنه. احنا عندنا ما ينفعش، طب عندهم يصلي عادي. يبقى إذن الصلاة مع ربنا مش معناها ان انا اكون متجمد في شيء، بمعنى ان انا ارفع قلبي ليه. طب هم يحبوا كده خلاص، طب احنا نصلي بالدف، والدف ده من زمان، هم يصلوا بالطبول. يبقى اذن الايمان طالما واحد، الطقس متغير. طيب احنا في الكنيسه عندنا عائلات بيسموها العائلات الارثوذكسيه الشقيقه، زي الكنيسه الاثيوبيه، لها طقس مختلف عن طقسنا. ولما تخش تصلي جوه القداس، ايه ده؟ بيعملوا كده ازاي؟ بيعملوا ده ليه؟ عشان هم حاسين بيه، وده اللي بيقربهم بربنا. إذن الطقس ده الوسيلة اللي قربتني من مين؟ من ربنا. عشان كده يتغير أو يتطور، في تطورات بتخش في الطقس، ولكن لها روابط. يعني إيه بقى لها روابط؟ يعني مش أي حد مثلا كاهن ولا حاجة يقول لك أنا هغير الكلمة دي، ما ينفعش. طب أنا أصلي القداس ده، ما ينفعش. أسفين، لأن لو سيبنا كده أي حد له قدرة يعمل كده هيعمل. لا، لازم يكون بمجمع مقدس. عشان كده لازم نحط الإطار ده، هيتغير أو يتبدل أو يتعدل طالما بقرار من المجمع المقدس، وهم في لجانهم بيدرسوا مرة واثنين وثلاثة عشان يحطوا التغيير ده. طيب تاني سؤال بيقول: ليه اعترف بالرغم ان ربنا غافر لي، وليه بنعترف لابونا مش لربنا؟ هو في الحقيقة احنا بنعترف لربنا، مش بنعترف يعني، بس خلينا ناخد الرؤية الصحيحة. أنا بعترف لربنا على مسمع الكاهن لأنه هو وكيل الأسرار، وأنا بعترف بتكلم لربنا في مسمع أبونا. ليه؟ لأن أبونا عامل زي اللي ربنا مديله توكيل إن هو يفتح الخزنة، يدي عطايا وغفران، ويقفل الخزنة تاني للي هو ربنا قايل له اقفل عنه. كل ما ربطته في الأرض يكون مربوط، وكل ما حالته يكون محلول. طيب ده فين؟ في الإطار اللي احنا فيه. طب أنا واقف بعترف لربنا على مسمع الكاهن. أبونا بيعمل ايه؟ بيرفع ايده ياخد من ربنا يدي الحل. طب وانا ربنا عارف، وربنا عارف خطاياي على فكرة، ربنا عارف أنا بعمل ايه قبل ما أعمل بالمناسبة يعني، بس ده بيسموه علم الله السابق. طب هو ربنا عايزني أقول له أخطأت، أنا آسف. هو أنتم متخيلين الابن الأكبر، الابن الأصغر لما راح لباباه، ما بابا عارف إن هو غلط، وهو لسه هيقول أنا غلطت. طب أنا عارف أنت غلط، بس هو كان لازم يسمع أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك لست مستحقا أن أدعى ابنا كأحد أجراء. عشان كده معناها القبول، معناها أن أنا أقول له أنا آسف، يبقى معناها أن أنت مقبول. عشان كده أنا بصلي ليه؟ علشان ربنا إدى للكاهن سلطان، كل سلطان الحل والربط. طب وانت اديت لي يا رب سلطان الحل والربط عشان انت اللي تاخد من الشعب وترفع لمين وتشفع عنه، وبعدين تاخد من ربنا وتدي لمين؟ للشعب. طب ليه؟ يعني انت محتاج وسيط ما بيننا؟ لا، مش محتاج وسيط. انا محتاج وكيل ليا عشان هو ياخد مني ويدي لمين؟ لربنا. طب انا لما بعترف لخطاياي ما بعترفش لابونا، بعترف على مسمعه. يعني بقول لابونا انا يا ربي كذا كذا كذا. طيب ليه لابونا؟ عشان ابونا هيديني حاجتين اتنين، الحل والحل. هيديني الحل عن خطاياي اللي انا خدتها. طيب انا محتاج بعد ما اقول له انا اخطأت وخلاص، طب انا محتاج الحل، عايز العلاج. هو ينفع اروح اقول له دكتور
انا تعبان من المرض الفلاني او تعبان من الحاجه الفلانيه، فهو يقول لك طيب انت صح، انت شخصت كويس، طب خد الدواء الفلاني. طب انا مش عايز اخده. واخدين بالكم؟ او انا ممكن اروح اكشف عند طبيب واقول له، يقول لك انت فعلا عندك دور برد شديد او اي حاجه، ويكتب لك العلاج، فانا مش هاخد العلاج. انا بس كفايه ان انا شفتك وعرفت ان انا عندي المرض الفلاني. ما بتحصلش. لا. ما انا بروح عند الدكتور تعبان وخارج منه معايا ايه؟ دواء. وبروح عند ابويا وانا قاعد في الاعتراف باخد منه الحل، ان هو وصف لي وشل لي الخطيه، وفي نفس الوقت انا باخد منه الحل. ايه الحل في الخطيه دي؟ انا كل مره هعملها. طيب في سؤال كمان يا ابونا، ليه لما بسمع وعظة ساعات بتأثر لكن بعدها برجع طبيعي؟ ده بيحصل كتير لسبب معين، عامل زي المثل بتاع الزارع. لما يبقى ربنا لما بذر الزراع او الزرع لما خرج يزرع كده، فبذر الزراع، فواحد طلع على الارض فالغربان كلته او طيور السماء، التاني الشوك هو نما شويه بس الشوك خنقه، والتالت الارض المحجره نما شويه بس الشمس عملت عليه فيبس. هو ده حياتنا لما بسمع، لان انا بتاثر قليلا وما يكونش عندي الاراده. بصوا في سفر دانيال يقول كده، دانيال والثلاث فتية لما حبوا يخشوا جوه قصر الملك، قال لك ايه؟ وجعل دانيال في قلبه ألا يتنجس بقى. طيب جعل في قلبه يعني جعل في قلبه؟ خد قرار. يعني ايه خد قرار؟ طب انت يعني صحتك هتقل عنهم؟ هو جعل في قلبه. يبقى معنى كده انا لما هاخد العظة باخدها وخلاص؟ لا، انا لازم الخطوه الثانيه اجعل في قلبي. انت عايز مني، حدد انت عايز ايه من العظه، استفاد منها ايه. عشان كده الانبا انطونيوس بقى الانبا انطونيوس ليه؟ لانه لما سمع ايه خد الطريق الثاني، جعل في قلبه فيها. طب العكس، الشاب الغني لما خد نفس الايه نفس الكلمه ما جعلش في قلبه. عشان كده عايز تاخد عظه ما تسمعهاش، اختار جزء منها واعمل ايه؟ خد حاجة منها صغيرة، ما تسمعش وخلاص. سمعك هتتأثر، لأن أنا محتاج إن أنا أجعل في قلبي، أقف عند حتة معينة وأخدها تدريب لي، أخد عند حتة معينة وابتدي أخد قرار فيه. عشان كده لما تعيش الحاجة دي هتقدر أي عظة تبقى أنت وهي واحد، وأنت خلاص خدت قرار فيها، في الحاجة دي أو في الكلمة دي أو في الآية دي أو في الأسلوب ده أو في الطريقة دي. طيب في سؤال بيقول يا ابونا، ليه بنصلي رغم ان ربنا عارف احتياجاتنا؟ سؤال منطقي. ما ربنا عارف كل احتياجاتنا وهو ضابط الكل، وايضا هو محب البشر. دايما اللقبين دول موجودين في الكنيسه، هو ضابط الكل وعارف كل حاجه. بعلم الله ربنا عارف كل حاجه. طيب ليه بصلي عشان الصلاه دي صله ما بيني وما بين ربنا. انا اسمع الله في الكتاب المقدس، طب عايز اكلمه بالصلاه، والصلاه دي دايما صله يعني بتربطني ما بينه وما بين ربنا. الصلاه سلم يطلعني للسماء. الصلاه هي الحبل السري اللي مربوط ما بينه وما بين مين؟ ما بينه وما بين ربنا، زي الجنين اللي مربوط ما بين مين؟ عشان كده دايما الصلاه هو ان الواحد دايما يكون في حياه صله مستمره وفي كلام وحديث مع ربنا، هو وربنا في حديث معه. عشان كده داود النبي يقول لك اما انا فصلاه. يعني اما انا فصلاه، انا اسلوب حياتي اكلم ربنا. جعلت الرب امامي في كل حين. يعني ايه جعلت الرب امامي في كل حين يا داود؟ يعني انا كل حاجه قدامك، انت قدامي، انا شايفك، انا شايف كلك قبل ما ابدا تصرف وانت موجود قدامي. فعشان كده الصلاه دي صله من ربنا. طب هو عارف؟ عارف. بدليل ايه؟ موسى النبي كان واقف ماشي يقول له مالك تصرخ ولا؟ ده انا ما فتحتش بقي بس بصلي من جوه، انا عارف. فربنا دايما يتعامل معانا بايه؟ كلمني، افتح معايا كلام. الكلام ده يخليني دايما في عشرة حقيقية معاك. بكونه عارف أعماقك. يقول لك كده الذي يعطينا فوق ينبغي أن نطلب. احنا فوق ما هنطلب هو بيدي، فوق ما هنقول هو بيديك. عشان كده هو فوق ما انت هتتكلم هو هيدي، بس هو ايه المقابل؟ قول لي حاجة، كلمني.
هل ينفع ان ربنا يقول زي شعب اسرائيل اعطوني القفا للوجه، يعني ادوني كده القفا، يعني ادوني كده طناش ومشوا، ولا اقف قدام ربنا بلجاجة، اقف قدام ربنا بحب، اقف قدام ربنا وانا بتلجج وبفضل اقول له يا رب انا محتاج ده، انا عايز ده. يقول لك لو انا حتى مش راضي لاجل اللجاجة ده. عشان كده الصلاة هي عمق العلاقة الحقيقية مع الدخول في ربنا. ان انا مش بس اقول له يا رب انا عارف، يقول له انت عارف يا رب كل جواي، انت تعلم. هو عارف، بس في الوقت اللي انا اقول له تعال نتكلم مع بعض. طيب أبونا، آخر سؤال بخصوص التناول. في حد بيقول هل ده جسد ودم حقيقيين ولا ده مجرد تحول روحي؟ بالنسبة للتحول، جسد ودم ربنا له كل المجد. هو دايما الأسرار عبارة عن تحول أو نعمة غير منظورة بناخدها تحت مادة منظورة. إيه المادة المنظورة اللي بنشوفها؟ هو القربان. بتتحول بفعل حلول الروح القدس وصلوات القداس من الكاهن والشمامسة والشعب وكلهم إلى جسد ودم ربنا. ويقول لك ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى عنا خلاص تحت منظور المادة المنظور، النعمة الغير منظورة اللي احنا بناخدها. عشان كده أسرار الكنيسة عبارة عن نعمة أو عطية غير منظورة ناخدها تحت المادة المنظور. خدوا كده، ناخد مثال. المعمودية هي موت ودفن وقيام. الطفل بينزل جوه المية، ينزل ب3 مرات، يموت ويدفن ويكون مع مين؟ مع المسيح. هل هو مات بالحقيقة ولا هنا الموضوع النعمة الغير منظورة تحت تحت المادة المنظورة؟ طب في سر الزيجة يكون الاثنين جسدا واحدا. فين الجسد؟ هو وهي لسه وروحا واحدا، بس هو جمعهم في سر الزيجة. طب في سر الإفخارستية، في جسد ودم ربنا بيتحول إلى جسد ودم حقيقي. لمين؟ للسيد المسيح، ولكن ليس في الشكل المنظور الطبيعي اللي احنا بنشوفه، ولكن في نعمة غير منظورة بناخدها. عشان كده القداس دايما يقول لك جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح. ده جسد ودم حقيقي ليسوع. حقيقي يعني معناه ان ده بالحقيقة جسد ودم بالحقيقة بنأخذه جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن ابن إله. والشمامسة تقول امين 3 مرات. عشان كده لما بنتناول ونأخذ جسد ودم ربنا. طيب تحت أنهي مادة؟ تحت المادة النعمة الغير منظورة، تحت المادة اللي احنا بنشوفها قبل التحول، اللي هو الجسد أو العصير الكرم الخبز. عشان كده بيتحل عليهم الروح القدس فيتحول وينتقل من المادة أو من الحالة العادية إلى الحالة الغير منظورة اللي بناخدها. ونحن بنشكر قدسك خالص، احنا انبسطنا خالص، وقعدة قدسك ما يتشبعش منها، كلام على ربنا ما يتشبعش منه. النهارده قدسك حببتنا في الكنيسة زيادة. ممكن كلمة في الآخر عن الكنيسة وإن احنا نفضل دايما فيها لينا كشباب؟ شكرا ليكم، أنا اللي فرحان. أنا حابب أقول لكل شاب موجود جوه الكنيسة، خلي عندك 5H. 5H دي عبارة عن الهيد، خلي تفكيرك كله مع ربنا. الحاجة التانية الهاند، خلي أعمالك كلها مرتبطة بربنا. والهارت اللي هو القلب، خلي مشاعرك كلها مقدمة ربنا، ومن فضلك ما تلوثهاش، لأن أي حاجة مشاعرك هتلوثها هتدفع وقت طويل عشان ترجع تاني يحصل لها كيورنج. وآخر حاجة أو الحاجة اللي بعد كده الهوم، خلي علاقاتك كلها علاقات سوية، بلاش تكون في إطار العلاقات التوكسيك أو العلاقات اللي تخليك تندم إن أنت دخلت في جو مش الجو بتاعك. خلي الجو بتاعك جو روحي، جو شبعان بربنا. الحاجة الأخيرة الهيفن أو الحياة، خلي عينك مرفوعة للسماء. بوخذ نصر لما جاله المرض وتعب وانفصل عن العالم ومملكته، مفيش حاجة نجدته إلا ما رفع عينه للسماء فعاد إلى ملكه مرة أخرى. عايز أقول لك الحياة في المسيحية هي حياة، هي ارتباط وعشرة حقيقية مع ربنا. ما أسهلها، ما أجملها، ما أنقاها، ما أمتعها. ما تمنعش نفسك عن ربنا تحت أي بند، واظب على الإيجابيات مهما كانت السلبيات. السماء قريبة من كل واحد فينا، ربنا بيحب كل واحد، ربنا بيقبل كل واحد، ربنا حنين جدا، هو صالح محب البشر، هو ضابط الكل، يرتب لك كل أمورك ويديك النعمة والبركة لما تقرب.
لإلهنا المجد الدائم الأبد آمين. شكرا يا ابونا خالد.